فاكر يا دكتور لما حجزتني في البيت 21 يوم ايام الكورونا؟ فاكر طبعا في حد يعمل كده؟ طبعا يعني كان وضع صعب، البلد كان وضعها صعب. احنا شغالين في شركة كبيرة زي ما انت عارف، ماسكين القطاع الطبي في شركة كبيرة فيها عمال آلاف، فما ينفعش يبقى في تهاون في حاجة زي كده. حتى لو واحد انا شاكك، يعني انت جيت لي انت شاكك انك عندك وانا شاكك انك عندك، فلا هقعدك لغاية ما يثبت انك ما عندكش. لازم بقى في ده الاول موضوع مرحله تاني. النكران دي اللي هو ايه، انا كويس. المصريين انقذوا من كورونا بسبب النكران، لان هم في الاول كانوا متجاهلين الموضوع وما كانوش عارفين ان هو ممكن يوصل للبلد بالسهوله لا دي. لا يعني انا فاكر اليوم اللي رحتك فيه قلت لي روح اعزل نفسك، اقول لك انا كويس انا مش شامم، بس اعزل نفسك بس وبعدها نشوف. أيوة. نمت وصحيت كل الاعراض عندي. دكتور احمد منور البودكاست بتاعنا. ربنا يخليك يا محمد. عرفنا بحضرتك اكتر. انا احمد عادل زعير، استشاري الجراحه العامه وجراحه الاوعيه الدمويه والقدم السكري. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. الفترة بتاعت الكورونا دي اكيد يعني غيرت في حياتنا كلنا، بس انتوا كاطباء غيرت في حياتكم المهنية كتير. يعني احكي لي على الفترة دي كورونا غيرت الطب وغيرت الامراض. قبل الكورونا كان الطب مختلف خالص عن بعد الكورونا كتير. احنا عندنا حاجات ظهرت بعد الكورونا مش عارفين سببها، وفي ناس ما بيقولوش اي اسباب غير الكورونا او الفاكسين بتاع الكورونا. لان مؤخرا الاسترازينيكا حصل فيها مشكلة. عندك بتوع العظم في امراض جت في العظم ما حدش عنده ليها تفسير. الاساتذه الكبار بيقولوا ان هي بسبب الكورونا او تطعيمات الكورونا. احنا عندنا في الاوعيه الدمويه في انواع من التجلطات بقت تيجي للعيانين ملهاش تفسير غير ان هو يا جاد خد كورونا يا اما طعم بالكورونا بعد الكورونا، طعم بفاكسينات الكورونا يعني. فالموضوع اختلف. كمان في ناس جالها كورونا وخفت وقعدت تعاني فترة كبيرة، تعاني من مشاكل صدرية ومشاكل تنفسية وهي خفت. يعني التحاليل بيقول انها كويسة، بس هو لا، العيان مش كويس. قعد معاه الموضوع فترة كبيرة. طبعا بقى غير ان هي جت حصدت اروح ناس كتير جدا بدون سبب. يعني تلاقي ناس حد عجوز وتعبان واللي وعنده وجاله كورونا وخف، وتلاقي حد بكامل الصحة جاله كورونا قعد 3-4 أيام أسبوع وتوفى. فلا، هي الكورونا أثرت كتير في البلد وفينا وفي الدكاترة وفي المجتمع كله. يعني العالم مش هيرجع زي قبل الكورونا تاني، ما أظنش أكيد خالص. أنا أعرف ناس لغاية دلوقتي بيلبسوا كمامة يوميا، والله العظيم. أعرف واحد طبيب من أيام الكورونا ما قالش كمامة لغاية دلوقتي. مستحيل العالم يرجع زي قبل الكورونا يعني. طب انت بقى في وسط كلامك قلت لي ايه، احنا عندنا في الاوعيه والشرايين دكتور احمد ماجستير اوعيه وشرايين، ودكتور احمد بيشتغل جراحه عامه. احنا عايزين نفك اللغط. انا مش عارف افكه. يعني اوعيه وشرايين بالنهار، جراحه بالليل، جراحه بالنهار، اوعيه وشرايين بالليل. بص، هو انا كان عندي حاجه مختلفه كده. اولا انا ما اشتغلتش في الحكومه يعني قدمت في استقالتي من كام سنه. حلو. بس هو انا واقع في طريقي من ايام ما اتخرجت لغايه دلوقتي اشكال كتير خالص من الجراحات. اتعلمت من اساتذه كتير جيت في طريقهم بالصدفه، يعني ما ساعدش ليهم مثلا او كان ليا معرفه سابقه بيهم. اتعلمت من اساتذه جراحه عامه، اشتغلت مع ناس في الازهر اساتذه جراحه عامه، واشتغلت مع ناس في الازهر اساتذه اطفال، واشتغلت مع ناس في القصر العيني اساتذه جراحه عامه، واشتغلت مع استاذ كبير في بنها علمني المناظير. واكتر حد اشتغلت معاه بقى حد استاذ كبير اوعيه دمويه علمني الاوعيه الدمويه. فمش معقول بقى واحد، هو في الاخر انا دكتور واللي جاي لي عيان، مش معقول هيجي لي مثلا ويقول لي انا عندي كذا اللي هو جراحه عامه، فاقول له لا والله انا مش هعرف وانا اقدر اساعده. لا، طالما اقدر اساعده هطلع اشتغل، طالما هقدر اعمل عمليه كويس وهخدم العيان فيها وهيطلع مبسوط وهيجي لي النشوه اللي بتجيلي وانا شغال. انا بحب انبسط. انا بحب انبسط. هعمل لك عمليه كويسه وهساعدك وانت هتخف وانا هنبسط سوت يعني نعمل كده. فهو ده السبب بقى. يعني الورق مكتوب فيه اوعيه دمويه، انما الخبره فيها شغل كتير، فيها شغل كتير جراحه. انا شفت شغل الماركتنج بتاعك ولقيته حلو يعني. انا عشان انا ابن المجال فلازم اتاكد مين بيعمل الحاجات الحلوه دي. محمد فريد صاحبي وصديق من زمان. محمد من الناس الجميله اللي هو بيعمل في صمت. هو اصلا بدأ يعمل لي شغل الماركتنج بتاعي من غير ما اقول له. كنت انا عندي اصابه كده وكنت قاعد في البيت فتره، وبعدين لقيته
في بوستات نازله، ايه يا جماعه مين يا جماعه، قعدت ادور مين اللي محمد بيعمل، جميل. لقيت محمد فريد هو اللي بيعمل، يعني عايز يشجعني انزل واروح العياده واشتغل وكده. محمد شاطر جدا، عنده فريق محترف جدا، بيعملوا ديزاينز هايله جدا. مبسوط انا بالشغل معاه، وكملنا بقى كملنا، هو راجل شاطر. خليه بقى اسالك سؤال بقى، يعني ايه بيعتمد على ضمير الدكتور بقى، هل كل المشاكل حلها جراحه، ولا احنا ممكن نبدا مع على العيان من اول ان انا اعالجه بالادويه، شوفوا ينفع معاه دواء اشتغل، ولا في ناس بتمسك المشرط وتخش على طول؟ بص يا محمد، انت مدرستك ايه بقى؟ انا اولا من المدرسه انا بحب اسمع العيان جدا، يعني العيان ممكن يقعد اسمعه كده تلت ساعه ويبقى عمال هو، انا بسمعه زي بتوع البطنه كده، انا احب اسمع العيان. اتعلمت ان انا ما ابتديش من المشرط، اتعلمت كده، في مدارس بتقول لا ان ده مش صح، بس انا اتعلمت كده، يعني خلي المشرط اخر حاجه، طالما العيان هيقدر يستفيد بشويه علاجات بسيطه او مراهم او كريمات او حتى غيارات في البيت بسيطه، الكوست هيقل بالنسبه له، مش هيتعرض بقى للريسك بتاع العمليه وبتاع البنج وكده. بحاول، ليه لا، ممكن امشي مع العيان شهر اعدادي فيه واكتب له ادويه واشيل ادويه واغير، طالما بيتحسن اكمل معاه. يعني دايما المشرط، رغم ان احنا ناس بتوع الجراحه مكسبنا في المشرط احنا بنحبه، وفي نشوة معينة الواحد بيشعر بيها، أي جراح في الدنيا بيشعر بيها وهو شغال. دي بقى اللي انا كنت عايز اسالك عليها بقى، انت سالتك قبل ما نبدا عملت جراحه النهارده، قلت لي انت جاي بالي رايق، ما مبسوط ايه خالص بقى يعني؟ بص، الجراحة فيها فرق كبير قوي عن التخصصات التانية. ازاي؟ التخصصات الجراحية ديت فيها عيان بيخش يعمل مانوفر معين او اجراء معين ويخف ويطلع، يعني مع احترامنا كل التخصصات التانية فيها المحاولة بقى والخطأ. احنا مثلا حد عنده سكر فيروح دكتور السكر فيكتب له علاج، العلاج ده بترايل اند ايرور، ظبط لا هنزود الجرعة، لا هنقلل الجرعة، لا هنغير علاج، ممكن بقى العيان في الاخر يغير الدكتور. انما في التخصصات الجراحية لا، الوضع مختلف. العيان جاي لك عنده زايدة، عملت له الزايدة خف، طلع الحمد لله خف خالص، انت بتحس ان انت انتصرت، انت كسبت، نجحت في الامتحان. العيان جاي لك الدم مش بيوصل للشرايين، فانت عملت له قسطره، سلكت له الشرايين، عملت له شريان صناعي، ايا كان اللي انت الاجراء اللي انت عملته له جراحيا، يعني طلع حاسس برجله، رجله ما فقدهاش، بقى يحس بيها، داخلك على كرسي بعد شويه من العمليه بيقدر يمشي على رجله، ممكن يمارس حياته عادي. التخصص الجراحي بيحسسك بنشوه ان العين خف، انتصار. ايوه طبعا، انتصار طبي. طبعا خد بالك، النشوه ديت احسن من الفلوس، انا مش بضحك. الباشن بقى، يعني انا بحب اللي انا بعمله فبنبسط من نتيجته، احسن من الفلوس، احسن من ان انت لسه هسألك احساسك ايه وانت خارج من عمليه جراحيه صعبه كده. هقول لك على حاجه، انا ليا واحد صاحبي طوله 2 متر وشويه، ما شاء الله. وانا كنت كان عندي اصابه كده من فتره، ما كنتش بشتغل يعني، فانا كنت مكتئب ما بطلعش من البيت. ففي يوم قاعد معاه قلت له بص انت عندك دوالي في رجلك. قال لي يا دكتور ما انت قايل لي قبل كده. قلت له هنعملها بكره. قال لي تعملها يا دكتور انت ماشي بالعكاز؟ قلت له لا هنعملها. وخدته عملت له في المستشفى وروحت. انا عملت له بس مش عشان يخف، انا كده كده كنت هعملها له، انا عملته عشان انا انبسط، عشان اخرج من جو الاصابه والعيا والبيت وكده. والله العظيم رحت عملتها له وخرجت روحت في كامل السعاده خلاص. يعني انا مبسوط، حاجه هي دي بتبسطني اكتر حاجه بتبسطني. انا فاكر الفتره اللي انت تعبت فيها، انا اعتقد ان الازمه النفسيه كانت كلها ان انا قاعد ما بشتغلش، صعبه جدا، ما بمسكش مشرط يعني. صعبه جدا. انا اصلا واحد مش بعرف اقعد، يعني انا طول الوقت بشتغل وبره، وبطلع مستشفى، اروح الشركه، اروح العياده، اروح العياده التانية. ساعات حد صاحبي يكلمني في القاهره اطلع اساعده، ساعات حد صاحبي يكلمني في منصوره اطلع اساعده، فجاه بقيت قاعد في البيت. فلا، ازمه نفسيه صعبه جدا. طب احنا بنعمل عمليات جراحيه كتير، عايزين نعرف زي ايه مثلا اللي احنا بنشتغله في الجراحه العامه، عشان لسه اخش في صلب التخصص. في الجراحه العامه الكومن، يعني بعمل ازاي ده بالجراحه وبالمنظار، الفتق بالجراحه وبالمنظار. طبعا في كذا نوع للفتق، الفتق الجراحي والفتق القربي والفتق السري، المرارة بالمنظار طبعا، العينات بقى، العينات اللي من الثدي، العينات اللي من الخصية، دوالي الخصية بالجراحة وبالمنظار.
دي الحاجات اللي بشتغلها كومنلي يعني. طب احنا مش عايزين ننسى اصلا صلب التخصص، احنا عايزين نتكلم في الاوعيه الدمويه. انت شغلك ايه في الاوعيه الدمويه؟ الاوعيه الدمويه لو قعدنا نتكلم فيها هنخلص بعد بكره. شغلانه كبيره وصعبه وخطر جدا. بس احنا عايزين مثلا نشوف العناوين الرئيسيه بالنسبه لنا. يعني احنا من ضمن تخصص الاوعيه الدمويه بتاعنا تسليك الشرايين بالقسطره الطرفيه وتركيب الدعامات. الناس اللي بتحس بتقل في المشي ورجلها بيجي لها كريمبات في المشي، في برودة في الرجل، في تورم في الرجل، ده شغلنا عمليات الغسيل الكلوي. ما فيش عيان يقدر يخش يغسل الكلى من غير ما يعدي على دكتور الأوعية الدموية. إذا كان بقى الوصلة الشريانية الوردية اللي بتنعمل له كجراحة، أو إذا كان هيركب بيرمكاس علشان يقدر يغسل منها. كمان عيانين الأورام ما بيستغنوش عننا، خصوصا الناس اللي بتاخد كيماوي. تركيب البورتاكاس ده مهم جدا للعيان اللي بياخد كيماوي. الوحمات بقى الدموية والأمرام الدموية والعيوب الخلقية بتاع الشرايين والأوردة. كمان القدم السكري ده قصة كبيرة جدا في الأوعية الدموية، قصة كبيرة جدا جدا جدا، لأن العيان أما بيصاب بقدم سكري أصلا بيبقى ده انديكيتد لأنه عنده مشكلة كبيرة في الأوعية وما كانش عارف. بيجي لنا عيانين اصلا مكتشف ان عنده جرح سكر بالصدفه، ما بيحسش برجله، فبيجي لك عشان جرح السكر ده. فده سيكتور مهم جدا في عيانين الاوعيه الدمويه يعني، لا يمكن تجاهله. والعيانين دول بياخدوا وقت ومجهود وبيحتاجوا صبر كبير جدا، لان هو لو ما اهتمش وصبر هيفقد رجله او هيفقد الجزء المصاب بالجرح. النهايه بتبقى مأساوية. النهايه بتبقى وحشه جدا 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 جدا. دي الخطوط العريضة في الموضوع يعني. في بقى الأورطة طبعا، يعني الأورطة دي من أكبر العمليات بتاع الأوعية الدموية. شغل الأورطة شغل مش سهل، في تكنولوجيا عالية جدا ومحتاج تدريب كبير جدا جدا جدا، ومش أي مكان ممكن تشتغل فيه عمليات زي العمليات بتاع الأورطة أو عمليات الشرايين الكبيرة دي، الوصلات الشريانية والشرايين الصناعية. الجلطات الوردية والجلطات الشريانية بتقابلنا كتير جدا وشغلها صعب. وفي بقى مدارس كتير قوي في الشغل بتاعها، يعني في ناس بتشتغل مدارسها ان هي تشتغل ميديكال، وفي ناس مدارسها انها تشتغل بتخش تعمل مانوفر في العيان، تخش تفتح العيان، تسلك العيان، تديله ادويه في قلب الوريد المسدود او الشريان المسدود يدوب له الجلطه كده. فهو القصه بتاع الاوعيه الدمويه كبيره. المشاكل يبدو ان هي كتير. طب احنا لو عايزين نسيب نصيحة للناس تستفيد بيها في ان هي تتجنب المشاكل دي. العب رياضة واشرب سوائل كتير وما تدخنش، وحافظ على السكر في نسب معقولة دايما في جسمك. الأكل الصحي مهم جدا. العادات الصحية والنظافة الشخصية للعيان في حاجات مهمة جدا على فكرة، جدا جدا بتفرق معاه جدا. الكوليسترول، الأكل الصحي اللي بيأثر على الكوليسترول ده بيعمل مشاكل كبيرة في الأوعية الدموية. تفرجتني امبارح على صورة عملية دوالي كنت لسه عاملها طازة. انا مبسوط منها يعني حالة الانشاء اللي كانت موجودة بعد السعادة دي. ايوه عشان بص اقول لك حاجة، الدوالي بقابل الستات كتير فيها اكتر من الرجاله، بس هو مشكله الستات بقى انها ما بتشتكيش هي لما تبقى خلصانه خالص يعني. خلاص بقى هي بتقعد مستحمله عشان البيت والولاد وشغلها وشغل بيتها وكده، فبتجيلك بقى تعبانه جدا. دي واحده من الناس اللي بتيجي تعبانه جدا. الحاله كانت صعبه. هو في علاج دوالي جراحي وفي علاج دوالي بالليزر. انا عايز اعرف الفرق ما بينهم، وامتى ده وامتى ده حسب الحاله. في ناس بتجيلي عندها بدايات دوالي خالص، ممكن كريمات وشوية أدوية معينة كده بيوقف الموضوع، أو ممكن نعمل لها حقن بالفوم لو هي في الأول بتحسن الموضوع جدا، بتخليه يروح في نفس الجلسة، حسب بقى العين خد جلسة أو 2 أو 3. بقابل ده في البنات الصغيرين أو في الناس اللي لسه بادية تحس إن عندها دوالي. بعد كده الموضوع بيتطور، تبدأ الدوالي تبان في رجليها وتبقى مزعجة، تورم رجليها بقى وتخليها تقيلة مش بتعرف تمشي. ده بالنسبة للستات والرجال على فكرة. يعني الدوالي بتيجي لأي واحد بيقف، حتى جراحين يعني الجراحين بيجي لهم دوالي. أيوة بيجي لهم دوالي، وعسكري المرور بيجي له دوالي، والحلاق والكوافيرة والمدرسة، أي حد بيقف كتير بيجي له دوالي، وست البيت بيجي لها دوالي من الوقفة كتير. تيجي المرحلة اللي بعد كده بقى مرحلة إن الدوالي بدأت تبان في الرجل. بدأت تبان في الرجل، بنتدخل بالليزر أو بالمايكروويف،
دي كلها تدخلات بسيطة جراحيا، هي ليها تأثير كويس جدا في حالات معينة، بس مش في كل الحالات. بتعتمد على حالة المريض صحيا واقتصاديا، لأن هي تكاليفها عالية. الميكروويف والليزر تكاليفه عالية، والريكارنس فيه موجود لو ما نعملش بدقة، ما نعملش بجهاز معين في مكان معين، لا ريكارنس عالي جدا. الدوالي بتيجي للناس كتير قوي، اللي بيقفوا، الجراحين، المدرسين، العسكري المرور، الضابط اللي في الشارع، الست البيت اللي واقفة شغالة مدرسة الصبح وواقفة بتعمل شغل بيتها بعد الظهر، الكوافيرة، الممرضة، بيجي للناس كتير بتقف. فهي مشكلة منتشرة، بس هو الستات ما بيشتكوش الا لما الموضوع يخرج عن السيطرة بقى. فتبقى هي عدت مرحلة الكريمات، وعدت مرحلة الحقن بالفوم، وممكن تجيلك كمان وعدت مرحلة الليزر، لأن الليزر مش بينفع في كل حاجة. فتحتاج التدخل الجراحي. والا لو بينفع في كل حاجه كانت الناس اللي عملت ليزر ما جاتلناش تاني. لا، في ناس بتعمل ليزر وتيجي تاني للجراح عشان يعمل لها جراحه. وانا كان سؤالي بقى اللي عليه الدور، تمام، في سمعه على الليزر كده ان جراحات الليزر بترد تاني، مش بس دوالي، يعني بواسير، شروخ، كان من ده في سمعه كده معروفه ان يقول لك ايه الليزر ده بيرد تاني، على الرغم ان احنا متفقين الليزر هو حاجه اكثر تطورا واقل الم والريكفري بتاعها سريع. بس ليه انا ممكن اعمل عمليه بالليزر ايا كان زي الدوالي مثلا، والدوالي ترجع لي تاني، او شرخ بواسير ويرجع لي تاني؟ بص، خلينا اكون فير معاك. هو الليزر مش سحر. هي الناس بتتعامل مع الليزر على انه سحر كده، واحد دخل عمل بالليزر طلع ماشي عليه. هو مش سحر. عشان تعمل العيان اجراء بالليزر لازم انت تقيم العيان كويس، هيستفيد اصلا ولا لا. خلاص كده. ولازم حالة العيان تسمح، ولازم تستخدم له جهاز ليزر كويس. فانت عايز جراح كويس وجهاز ليزر كويس وعيان حالته تسمح ان هو هيستفيد من الليزر. اي حاجه في الثلاثه دول مش مظبوطه هيحصل الديفكت، ممكن يحصل ريكارنس. لان في الدوالي بالذات مش كل الحالات بينفع معاها الليزر. في حالات اللي هي الدوالي فيها بتبقى مستقيمه وعدله كده من تحت من الرجل خالص لغايه فوق، بتخش بالبروب بتاع الليزر او بتعمل الليزر من بره، الوريد بيقفل والعين بيستفيد كويس جدا. في حالات لا، في حالات الليزر ما يقدرش يخش جوه كل الأوردة اللي فيها مشاكل، جوه يخش يشتغل على كل الصمامات اللي فيها مشاكل، وبالتالي العيان بيخش وبيطلع مش بيستفيد أحسن حاجة، ويجيله ريكارنس عالي بعدها يضطر يروح للجراحة. طب على ذكر بقى الحالات، في حالات كده ما بتتنسيش، أكيد عدى عليك مواقف كده مع حالات ما بتتنسيش، تفتكر حاجة؟ كتير كتير. بس قول لي الدراما الأول، أنا هاخد ضحك في الآخر. الدراما في الأول كانت حالة جراحة عامة، جراحة أطفال. وبعدين دخلت أشتغل، فأنا داخل أعمل ولد عنده 25 يوم فتق إربي، خلاص كده. فدخلت أشتغل، فتحت الفتق لقيت إزاي ده جوه. فأنا مبقتش عارف أعمل إيه يعني. طلعت جبت بابا، قلت له تعالى بص يا حاج، هو الواد ابنك ما عندوش فتق، هو عنده زي ده جوه الفتق إزاي؟ قلت له تعالى شوف. يعني دي كانت أغرب حالة دراميا، لو أنت ما طلعتش جبت أبو العيان مش هيصدق. 25 يوم 25 يوم سن مرعب اصلا. زيادة كبيرة جدا، زيادة كبيرة جدا نازله له في الخصية. سبحان الله يعني، لو انت حكيت له والده كده من غير ما يشوف حاجة مش هيصدقك. لا ده من حظك ونصيبك. والله يعني. ممكن بقى اضحكك. مرة عيانة كنت بعملها دوالي، انا بحب اشتغل ببنج نصفي عادة يعني. فهي دخلت فخدت البنج النصفي، وانا وهي عمالة تصوت، عمالة تزعق جدا. يا ستي انت واخدة بنج، انت مش حاسة بحاجة. فبعدين اخدت بالي ان هي بتزعق عشان اهلها بره، فقلت لها بصي يا حاجه، قلت لها هو غالبا ما فيش حد من اهلك بره، فما حدش سامعك. قالت لي يعني انا كل اللي عملته ده على الفاضي يا دكتور؟ قلت لها يا حاجه على الفاضي بقى، اقعدي اقري لي كايتين القران كده وسبحي ربنا لغايه ما اخلص يعني. لا وانت من الناس اللي جوه اوضه العمليات بتهزر يعني بالك رايق، وعش الناس بتبقى تنشن ومحدش، لا انا مفيش نفس. بهزر كتير جدا. بقعد اهزر مع العيان لو هو واخد نصفي وصاحي، بهزر معاه كتير جدا لغايه ان هو اصلا بيبقى مستغرب يعني، عارف، هو بيبقى مش مقتنع ان انت اصلا بتعمل له عمليه. بهزر مع العيان ومع التمريض ومع العمال كتير جدا جدا جدا، مزاجي بيبقى كويس. الحلقه دي كانت حلوه قوي على فكره، بس ناقصها حاجه، ناقصها بودكاست.
بودكاست. ومش ناسيلك 21 يوم اللي قعدتهم في البيت على فكره، تاني فاكرهم لك والله، وكتبت اسمك على البوابه عشان ما تخشش. محدش دخلش محمد شغال كتير. اصل واحد بحجمك على فكره انت شكل عمرو اديب. يعني انت انا اتشرفت بيك. كل الشكر ليك والله يا دكتور، نورتنا في بودكاست في العياده، والحلقه دي الاقرب الى قلبي يعني. كتر خير. الناس كده هتعرف احمد عادل اللي هم ما يعرفوش. ايوه اتمنى يعرفوا احمد عادل. مفيش فايده. شكرا جدا يا محمد، وشكرا لكل الكاست، واشوفكم في مره تانية ان شاء الله. شكرا جزيلا. ان شاء الله. كنا معاكم في حلقه جديده من بودكاست في العياده. استنونا في حلقات تانية، هيبقى معانا تخصصات تانية ودكاتره جداد، ولو عندكم ترشيح لحد بنرحب بيه دايما في الكومنتات. استنونا.